دي بنت اسمها مريم محمد عبد العال. بتقول أنا مش عارفة ممكن يجرالي إيه بعد البوست ده، بس أكيد مش هيبقى أكتر من اللي حصل لي. مامتها وباباها انفصلوا بعد معاناة، وكمان عاشوا معاناة تانية علشان أبوها يسيب أمها في حالها. أبوها ضرب أمها بالنار في شهر 7 سنة 2007، كانت ساعتها عندها 14 سنة. والمسدس اللي أبوها ضرب بيه أمها كان كل خناقة في البيت يتحط في دماغ أمها قدامها هي وإخواتها، وهم أطفال لسه، وعاشوا أذى نفسي وجسدي من صغرهم، وكانوا بيسمعوا كلام وحش جدا منه. وحتى لما ضرب أمها بالنار وجاب لها ارتجاج في المخ كان بسبب إنه عايزها ترجع له، وهي مش عايزة ترجع له. بس ما حصلوش أي حاجة علشان وصيته كتير قوي، وحق أمها ضاع. بالعكس كمان، ده فضل يعمل لها في محاضر ويقدم وصولات أمانة مزورة ويدفع فلوس في الاسم علشان بس أمها تتبهدل. الفترة دي حصلت مشاكل، وعشان ما يحصلش زعيق وبهدلة ما كانوش قاعدين في بيتهم، وباباهم اتبلى على أمهم بأقذر الكلام، وجاب ناس قالوا كلام كله غلط، وروحت بعد 10 أيام تقعد معاه عشان يكون هدي شوية. بس بتقول إن كل اللي قعدتهم كان 3 أيام بس، سمعت فيهم أقذر الكلام اللي ممكن أي حد يسمعه، وإنها بقالها 3 أيام ما نامتش، غير الأذية النفسية والجسدية. وكان عندها امتحانات ومذاكرة، وقبل ما تروح لباباها كان بيسحب الملف بتاعها قبل امتحاناتها بيومين، والمشكلة كلها أصلا هي ملهاش دعوة بيها. وقالت إنها مش هتسكت على حقها، وحقها عند ربنا هيجيلها في الدنيا وفي الآخرة. وإنها معرفتش تروح باقي الامتحانات، وحتى اللي امتحانتهم هي ما كانتش فايقة أصلا، وتعليمها اللي فاضله سنة ويخلص مش هتكمله بسبب عياطها وبهدلتها وتعبها ومستقبلها. وبتقول حسبي الله ونعم الوكيل، أنا خصمتك يوم القيامة وخصيمة أي حد جاب سيرة أمي بنص كلمة. ودلوقتي مهدد انه هينهي حياة امها، وهو يعملها عادي، ودافع فلوس لناس علشان يشوهوها، وناس يعملوا لها محاضر واخذر كلام. بتقول انا كده كده مش هسيب حقي، بس ما تنساش تبقى تجيب وصاية وناس تشهد زور وتشتم قدام ربنا سبحانه وتعالى. دلوقتي هي واختها ومامتها قاعدين مع بعض، وكل الكلام والاتفاق مع الناس على حاجات كلها ظلم واذى امها، وكل ده كان قدامها. بتقول كمان ان هو هيعمل لها هي نفسها محاضر من اللي هو بيعملها، وبيروح يدفع فلوس علشان يبهدلوهم. بتقول انا سكت عمري كله ومش هسكت تاني، وحقي هجيبه. وعملت تعديل، وقالت لو حصل لي اي حاجة انا او مامتي او اختي هيبقى هو السبب.